السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعينا الأعزاء في حلقة جديدة. نبدأ معاكم المشكلة اللي جاية لي. ازيك يا عبد الرحمن؟ أنا شاب عندي 21 سنة. أنا حلمي كان الكورة من وأنا طفل عندي 8 سنين. كنت أنزل الشارع أجري ورا الكورة لحد ما الشمس تغيب. كنت أرجع البيت هدومي متبهدلة، جسمي كله تراب بس عيني مليانة فرحة. كل اللي يعرفني كان يقول ده مشروع لاعب كبير. كنت أعيش على الكلمة دي وأحلم بيها وأنا نايم. كبرت واشتغلت على نفسي. صحابي كانوا بيروحوا يخرجوا ويتمتعوا وأنا كنت أقضي وقتي في التمرين، أجري من الفجر، أتمرن بالليل، وأعمل كل حاجة عشان أبقى الأفضل. لحد ما وصلت ألعب في نادي معروف، والمدرب كان دايما يقولي استمر، المنتخب مستنيك. الكلمة دي كانت بتخليني أطير من الفرحة. لكن يوم واحد كسر حياتي كلها. كان ماتش مهم والجمهور بيشجع وأنا حاسس إني طاير. جريت بكل قوتي وكنت واثق إن الكورة دي هتبقى نقطة التحول. فجأة حسيت كأن حد شدني من ركبتي، صرخت صرخة عمري ما هنسى صوتها. وقعت على الأرض والملعب كله سكت. زمايلي اتلموا حواليا وأنا مش قادر حتى أقف. دخلت المستشفى وسمعت كلمة الدكاترة: إصابة صعبة محتاجة عملية وتأهيل طويل. ساعتها ضحكت ضحكة باكية وقلت ولا يهم، هرجع أقوى. كنت فاكرها مجرد عقبة. عملت العملية وبعدها بدأت رحلة العلاج، لكن الحقيقة الألم ما كانش في ركبتي بس، الألم كان في قلبي. أول مرة حاولت أقوم وأمشي بعد العملية رجلي خانتني. وقعت على الأرض وفضلت أعيط زي عيل صغير. وقعت على الأرض وفضلت أعيط زي عيل صغير. ماما كانت ماسكة إيدي وبتقولي اصبر يا ابني هترجع زي زمان. بس أنا كنت عارف إن زمان مش هيرجع. النادي بعدها بدأ يبعد عني. المدرب اللي كان بيشوف فيا بطل بقي ما يردش على مكالماتي. زمايلي اللي كانوا بيقولولي احنا اخوات ما بقوش يسألوا حتى. لما رحت مرة الملعب بعد فترة حسيت اني غريب. قعدت في المدرجات وشفت زمايلي بيلعبوا. قلبي كان بيتقطع. حسيت اني انا اللي المفروض اكون تحت في الملعب مش متفرج. عدت الشهور، الركبة خفت نص خفة بس مش زي الأول، والحلم اتكسر. صحابي طلعوا قدامي، بعضهم بقي في المنتخب، بعضهم بيظهر في التلفزيون، وأنا قاعد لوحدي بلاحق الذكريات. النهاردة أنا عندي 21 سنة، لا عندي شغل ثابت ولا كملت دراستي كويس عشان كنت مدي كل وقتي للكورة. حياتي وقفت عند اللحظة اللي وقعت فيها في الملعب. أنا مش عارف أنا مين من غير الكورة. كل يوم ببص في المراية وأسأل نفسي إيه اللي يوجع أكتر، وجع الركبة اللي لسه حاسس بيه ولا وجع القلب اللي حلمه اتدفن؟ عبد الرحمن، سؤالي ليك: إزاي أقدر أبدأ من جديد وأنا حاسس إني فقدت الحاجة الوحيدة اللي كنت عايش عشانها؟ أنا عايز أقولك إن أنت ربنا يشفيك، وإن شاء الله بإذن الله تعالى ربنا يتمم لك الشفاء على خير وترجع أحسن من الأول. بس أنا عايز أقولك إن أنت اللي فيه دوا ما هو إلا اختبار وابتلاء من عند ربنا. وربنا يعني لا يكلف نفسا إلا وسعها. ربنا ما بيكلفش حد فوق طاقته. فأنت إن شاء الله بإذن الله تعالى ربنا يكرمك، إن شاء الله تخف وربنا يشفيك، وإن شاء الله بإذن الله تعالى ترجع تلعب كورة تاني. بس أنا اللي عايز أقوله لك إن أنت لازم في الفترة اللي أنت بتتعالج فيها لازم مثلا تشوف دراسة، تشوف حاجة، تشتغل فترة، تشتغل في حاجة أنت بتحبها، عشان لو لا قدر الله ما قدرتش ترجع للكورة تاني. فأنت لازم تشد حيلك، لازم تبقى أقوى من الأول، ولازم تبقى أحسن من الأول، ولازم تقف على رجلك زي الأول. فأنت دلوقتي حاليا لازم تعمل حسابك إنك لازم تشتغل حاجة، تشوف هواية أنت بتحبها، شغلانة بتحبها وتشتغل فيها، عشان لو لا قدر الله ما قدرتش ترجع للكورة تاني. إن شاء الله ربنا يشفيك، وإن شاء الله الفترة دي تعدي على خير وترجع أحسن من الأول.
نشوف بقى سؤالك. سؤالي ليك: ازاي اقدر ابدأ من جديد وانا حاسس اني فقدت الحاجة الوحيدة اللي كنت عايش عشانها؟ طبعا مش كل حاجة احنا بنحبها بنقدر يعني نكون موجودين فيها. ظروف الحياة واي حاجة بتحصل ممكن تبعدنا عن حاجة احنا بنحبها، فانت لازم تكون راضي، ويعني لازم تتقبل برضا وتتقبل باقتناع. انت دلوقتي يعني تقدر تبدأ من جديد. تقدر مثلا حاليا تشوف مثلا ممكن تكمل دراسة، ممكن تشوف شغلانة انت بتحبها تشتغل فيها. يعني حاول انك تشتغل في حاجة تكون انت برضه حاببها، غير الكورة، حاجة تاني غير الكورة اللي انت كنت بتحبها. ليه؟ لان مش مضمون ان انت تقدر ترجع زي الاول وتقدر تلعب كورة. تمام؟ فانا عايزك ان انت تحاول مثلا تتأقلم، وعايزك انك تحاول تشتغل حاجة انت بتحبها. حاجة تانية غير الكورة، مثلا بتحب البرمجة، بتحب مثلا الرسم، بتحب حاجة معينة. بتحب مثلا اللغات، بتحب لغة معينة، ممكن يعني تذاكر حاجة معينة وتشتغل بيها. ممكن تدخل كلية معينة وتبدأ حياتك من جديد. وانا حاسس اني فقدت الحاجة الوحيدة اللي كنت عايش عشانها. هي كده الاقدار بتاعت الدنيا واقدار ربنا. لابد ان لازم نكون راضيين ونرضى باي حاجة ربنا بيديها لنا، واي حاجة ربنا بيديها لنا هي الخير. لعل وعسى ربنا يعني خلاك مثلا تتصاب عشان تنجح في حاجة تانية معينة. ليه ما نتفائلش؟ ما خلينا نتفائل مثلا. ربنا هيجعل الإصابة دي سبب في نجاح حاجة تانية، إنك تنجح في حاجة تانية. فما تزعلش، وإن شاء الله بإذن الله تعالى ربنا يشفيك وتبقى أحسن من الأول. وأتمنى أني أكون قدرت أفيدك، ونشوفكم في حلقة جديدة، وإلى اللقاء.